بس اجازه بقول لكم ايه، ما تيجي نتدلع. كتاب العنايه بالذات لكلير تشامبرلين قال لنا حاجات لازم نعملها علشان ندلع نفسنا، خاصه في الاجازه الحلوه دي. 1. لا للشعور بالذنب. بطلي ما تهتميش بنفسك بحجة ان ولادك اولى. مش هجيب حاجة لنفسي في العيد، ما انا هجيب للولاد، الولاد اولى. مش هاكل حتة الفرخة اللي نفسي فيها، ما هو اصل جوزي عايزها. مش هخرج ساعة واحدة اتمشى بالليل في الهوا، ما هو اصلي مش فاضية، عندي مواعين وغسيل وطبيخ وحاجات كتير قوي. بطلي بجد، ما هو طول ما انت حاطة الناس كلها قبليكي وبتيجي على نفسك لدرجة ان انت ما بتتبسطيش، هينتهي الامر ان انت على طول حاسة انك عصبية ومضغوطة وتعبانة وحاسة بالظلم والقهر. الحقيقه ان محدش عامل فيكي كده، انت اللي عامله في نفسك كده. عشان تبسطي اللي حواليكي لازم انت كمان تكوني مبسوطه. مش بقولك سيبي مسؤولياتك، بس اوجدي لنفسك وقت ولو صغير قوي في اليوم تبسطي فيه نفسك. 2. رتبي يومك، يعني اعملي خطه لايام الاجازه الجميله دي، وما تنسيش وانت بتعملي الخطه تحطي لنفسك وقت للعنايه بالذات. الصبح بدري هشرب كوبايه القهوه لوحدي والناس كلها نايمه، بالليل هنزل اتمشى، او حتى نص ساعه في اليوم هقرا كتاب او هتفرج على فيلم بحبه. المهم ترتبي اليوم بكل المهام اللي فيه وما تنسيش وقت النفس. 3. اغتنمي المتعه، يعني هاتي ورقه وقلم كده واكتبي كده ايه الحاجات اللي بتبسطك في حياتك. حاجات صغيره عاديه بتعمليها في يومك الطبيعي. بتحبي تطبخي، تعملي مخبوزات، تلعبي مع ولادك، تتفرجي على منظر الشروق من البلكونه، ترسمي. حاجات صغيره قوي بس حسيها واستمتعي وانتي بتعمليها، وحاولي تعمليها كل يوم. واجازه سعيده عليكي مليانه دلع. انا فيروز يسري ودي حكايه قبل اليوم.